ايه هو فرق لينكد ان عليا كطالب او كراجل داخل اقدم على شغل عليه. تمام. مبدئيا قبل ما نخوض في كل هذا لازم نفهم الاول ما هو لينكد ان اصلا. يعني ايه لينكد ان؟ ايه مصطلح لينكد ان؟ تمام. لينكد ان هو عباره عن سوشيال ميديا. هو سوشيال ميديا ابلكيشن عادي خالص. تمام. بس هو مميز شويه، مميز من ناحيه ان هو بيهتم بالبروفيشنال. يعني بدل مثلا فيسبوك عندك بروفايل، البروفايل الشخصي بتنشر فيه الاكتيفيتيز بتاعتك، لا هو هنا بتنشر فيه شغلك كسي في. يعني هو بيكون كسي في بس. تمام. وكل التعاملات اللي عليه بتكون غالبا في نطاق الشغل او في نطاق السيلف امبروفمنت، او ان انت تحسن من شخصيتك برضه في اطار الشغل. تمام. مم. طيب. اتكلم بقى في نقطة. انا ايه بدايتي مع لينكد ان قبل برضو بس نقول هنستفيد منه تمام، ايه او مفيش ايه مشكلة. دخلني لينكد ان. تمام. في البداية انا دخلت لينكد ان، حد اصدقائي يعني كنا بنتكلم وقال لي مثلا في ويب سايت لينكد ان ومش عارف ايه وممكن تلاقي من عليه شغل. فانا دخلت، انا كنت فاكره هايرنج. هايرنج اللي هو الابلكيشن زي وظف وما الى اه ذلك. اه فدخلت ببص كده لقيته بيقول لي بروفايل بيكتشر وديسكريبشن مش عارف ايه. فبدات املى. بعد كده ما فهمتش الموضوع، فدخلت على فيديو لقيت ان هو فعلا بتنشر عليه مثلا والناس بتتواصل عليه وما الى ذلك. فبدات اضيف بقى الناس السوفت وير، بكتب بس في سيرش سوفت وير يعني او انت ديفلوب. دلوقتي بتختار التخصص بتاعك. لو انت داخل مثلا في تخصص معين، بتختار التخصص بتاعك وبتضيفه عندك. بالظبط. اه يعني وده يفضل ان انت دايما تحصر في لينكد ان عشان هتلاقي دايما في لينكد ان في زي ايه، زي قبائل. يعني بتحس ان في قبائل كده، مم. هو كل الناس بتلاقيهم هم مع بعضهم كده منطويين مع نفسهم. تمام. فانت بتضيف الناس اللي فعلا بتضيف لك فاليو، تمام، او في مجالك، تمام، عشان تتبع بوستاتهم وتتواصل معاهم في المستقبل يعني. تمام. فبدات ان انا اضيف الناس دي وبدات ان انا انشر. تمام. ف... فبدات اللي هو ايه، انا مش فاهم ايه ده برضه. يعني انا عايز ابقى فعلا كونتنت كريتور على المكان ده. فبدات ان انا سالت حد هندي. بالمناسبه انا ما كنتش بضيف مصريين، ما كنتش اعرف حد مشهور مصري، كنت بضيف اي حد. تمام. فسالت حد هندي كان من الناس الكويسه. لقيت يعني عنده تفاعل وكده. فهاي هاي اي ونت تو ميك لايك يو ومش عارف ايه. فقعد يقول لي هلو براذر. عارف انت فيديوهات هلو برادر. هلو ماي براذر دونت دونت وري. وري. بس كده. تمام. فلا يعني هو بصراحه ساعدني جدا. قال لي يعني اداني نصايح ان انت كيب بوستنج، حاول تتفاعل مع الناس وما إلى ذلك. برضو انا هذكر طبعا قدام ازاي ان انت تنمي الفولورز بتاعتك. طيب. نرجع بقى للسؤال اللي انت سالته يا عمرو، اللي هو كان بيتكلم هيفيدني ايه كطالب. تمام. طيب. انا هتكلم في كيس انا فادني ازاي لما انا كنت طالب. يعني تمام. بصراحه انا لما دخلت عليه انا كنت طالب، يعني انا ستيل طالب. المهم. بس انت فهو فادني. خلاص بتتخرج يعني. اه. ففي البدايه هو فادني من ناحيه اولا هو بيفيدك ان انت بتتعرف على ناس، بتتعرف على الكوميونتي. لا ده في ناس مشهوره، ده في مثلا حماد، في مش عارف مين. فبتسمع الناس دي وبتحضر لهم توكس، ومن هنا انت بتجيب بقى علاقاتك. يعني انت بتقدر توك لفلان مثلا، بتروح بتقابل ده بتقابل ده بتقابل ده. تعرف ناس. عطلت في مشكله مثلا انت او شخص تاني بيذاكر، ممكن تقول له السلام عليكم كذا، في ايه معايا مشكله. كوميونتي لينكد ان على فكره كله بيساعد بعض. ناس كتير بتبعت لي اسئله وبتاع. انا لما حاليا وانا شغال بتحصل معايا مشكله، لا انا ببعت لفلان حل لي المشكله مثلا، تعالى ممكن توك. وفي ناس بتكون لطيفه بالدرجه اللي هو مثلا يقول لك طب معلش ابعت لي لينك بيحصل معايا زوم. كتير. ابعت لي لينك زوم هخش معاك احل معاك مشكلتك ان شاء الله. تمام. فانت كطالب ده بيحل لك وبيوفر عليك طريق جامد جدا. تمام. طب وبرضو انا كواحد بقى عايز اقدم على شغل. طب خلينا في الاول بس انا كطالب عايزين نتكلم هو ازاي ممكن يتفاعل على لينكد ان اصلا. يعني هو بعد ما ينزل ناس، ايه الحاجة الاولى اللي هو ممكن لما يعملها يحس ان هو يعني ايه بدأ يتفاعل مع الناس، ويعني ايه يصاحب مثلا حد، يعمل علاقة مع حد في نفس المجال في التخصص بتاعه مثلا، او مثلا يكسب خبرة من لينكد ان ازاي. حلو، سؤال جميل. طيب انت كطالب فعلا انت هتستفاد ازاي؟ اولا انت هتستفاد، انت مثلا لقيت شخص مثلا البوستات بتاعته مثلا عجبتك او هو جاب معلومه معينه. انت مش عيب خالص ان انت تخش تقول له يا باشمهندس إيه الاخبار، انا عجبني الحاجات اللي انت بتعملها. ممكن تقول لي المصدر بتاعك، او ممكن ترشح لي الكتاب اللي انت جايب منه الحته دي. او مثلا حضرتك انت بتذاكر من مكان معين، ممكن تقول لي ايه المكان اللي بتذاكر منه.
تمام. وفي الفتره الاخيره انا مثلا لو اي حد بلاقيه مثلا انترست بالبوستات بتاعتي، بخش: السلام عليكم، ايه الاخبار يا باشمهندس، انا شايفك ان انت انترست في البوستات اللي انا بعملها وكده، ايه رايك احسن الكونتنت بتاعي؟ وهو بيبقى مستغرب لو انا بكلمه كده لوحدي، فاهم؟ فلا، انت خش مع شخص، مثلا لقيت شخص بيعمل لك بوستات كتير مثلا، ممكن تخش تكلمه وتقول له: لو عجبك المحتوى قول لي ايه اقدم ايه تاني، او اللي صح. هو ايه، تحاول تتعامل معاه بس.